هذا ضريحها مأوى وملجأ لكل من قصدها، هذا مقامها وضريحها مستشفى لكل العلل، هذا ضريحها غوث وغياث وملجأ لمن قصد إليها. مثل ما يذكر كتاب السيدة رقية للشيخ علي الخلخالي، هذا له كتاب عن السيدة رقية روحي لها الفداء، ويذكر الرواية والقصة عن أحد خدام المنبر الحسيني وهو الشيخ أحمد، يقول بعث لنا رسالة، أحد الخدام خدام المنبر الحسيني بعث لنا رسالة يذكر قضية جرت عليه. ما هذه القضية؟ يقول أصابتني علة فعرضت على الأطباء، فقرر الأطباء إجراء عملية لي، قالوا بعد إذا ما تجريها تموت، يقولوا حتى إذا أجريتها يعني يمكنها ما تنجح. يقول أنا سلمت الأمر وقلت لهم خلاص سووا العملية. يقول أجروا العملية، خلصوا من العملية، يوم ثاني الأطباء داير ما داري، وبعد ما يقول اتكلموا وياي بكلام يعني معسول، قالوا لي بس احنا يعني بنقول لك شيء وانت رجل مؤمن وخير. قال ترى العملية ما نجحت، واحنا الآن جايين نخبرك أنك تعهد بعهدك وتوصي بوصيتك، يعني الأيام هالقلائل 3-4 أيام وتموت، مالك بقاء. يعني المكان اللي احنا أجرينا فيه العملية خلاص العملية ما نجحت، وانت الآن مستفحل فيك العلة، ما راح تعيش، فأنت وصي بوصاياك. يقول رجل مؤمن هذا فوض أمره، خادم من خدام الحسين فوض أمره، فأرسل إلى أهله وإلى أحبته تعالوا، كلهم جاءوا، انترس المكان في المستشفى، هو أخبرهم قال ترى أنا الآن أنا ناديتكم هذا الوداع الأخير، أنا أودعكم. ليش؟ قال الأطباء قرروا علي يوم 2-3 وأنا أرتحل، ما لي بقاء بعد خلاص، فأنا أودعكم. فيقول أجهشوا بالبكاء، ضج ذاك المكان كله بكاء وعويل. يقول لكن أنا مفوض أمري، بعد شو أسوي؟ يقول اللي حز في نفسي، يقول عندي طفلة صغيرة، يقول شفتها جات يمي مسرعة رمت بنفسها علي، يقول أنا لا شعوريا حضنتها وبدأت أبكي بكاء شديد على طفلتي هذا، سلام الله على الأطفال الغريب. يقول قمت أبكي، يقول لين جاءوا أخذوها مني وودعوني، يعني يقول يمكن بكرة ما تجوني تشوفوني أنا أتكلم وياكم تتكلمون وياي، راحوا. يقول أنا لا زالت الحسرة في قلبي، يقول فأنا طفلتي الصغيرة مالت بي إلى طفلة الحسين. عندك علة، عندك حاجة، عندك أمر متعسر، عندك شدة، هام غام، إن شاء الله الليلة هذه ما تخيبك. يقول وأنا ممدد على فراش علتي، يقول فبدأت أرثي السيدة رقية، بدأت أجيب نعاوي أنعى وأبكي بكاء شديد على هذه الطفلة، طفلة الحسين، وبدأت أنوح، وكل ما جبت أبيات بدأت أنوح لمصيبتها. يقول فبينما أنا كذلك وإذا أشوف طفلة دخلت علي الغرفة، يقول أنا قلت يمكن هذه واحدة من الأطفال اللي جايين يزورون في المستشفى. يقول التفتت لي تلك الطفلة وقالت لي قم من مكانك، يلا قوم. يقول أنا يعني تواخذ الطفلة تقول لي قوم، قلت لها أنا ما أقدر يعني أقوم، أنا حتى الأطباء شوفي الآن يوم طلعوا واللي يزوروني ربطوا إيديني وربطوا رجولي في السرير حتى يمكن لا أوقع، يمكن ببكاوة أوقع من على السرير، مربوطة إيديني ورجولي. يقول قالت لي مرة ثانية قلت لك قم. يقول أنا أسمع منها كلمات وإذا كلمات تصطف القلب، قوم. يقول قلت لها أنت منه بنيتي، أنت منه تقولين لي قوم، يعني أنت منه تشوفيني أنا إيديني ورجولي مربطين ما أقدر أقوم.
قالت لي اقول لك قوم. يقول طالعت ايديني ورجولي ما في ذاك الرباط، مربوطين مو مربوطين. يقول انا تالي سألتها وطاير عقلي، قلت لها من انت بنيتي، انت منو؟ قالت لي، يقول التفتت لي قالت لي انا التي توسلت بها، انا اللي قاعد تتوسل بيه، ما عرفتني؟ يقول انا اجهشت بالبكاء وانا ابكي، التفتت ما شفتها يمي. يقول لا شعوريا قمت من على سريري وانا اعدو ابحث عنها، شافوها الاطباء تعال وين؟ قال اين الطفلة التي دخلت الى غرفتي؟ قالوا ما شفنا طفلة. قال توها عزيزة الحسين هي جاتني وقالت لي قوم ما عليك سوء، قوم خلاص. يا الله من مال الله يا عزيزة الحسين. محبينك والموالين ليك جايينك الليلة بحوايجهم ذابين حمولهم عليك وانت ما تردين احد. نقسم عليك بشيبة الحسين الخضيبة بدمه. الليلة انا ابيك تخصص نفسك لهذه اليتيمة. ان شاء الله هذه الليلة ما تطلع الا بحوايجك مقضية وعللك مزالة وكل هم وغم يروح ان شاء الله ببركة هذه اليتيمة.